لو حسبناها بالورقة والقلم هتلاقي نفسك موفرة جدا جدا جدا. وصفتين النهاردة حلوين جدا جدا للرحلات وكمان للمصايف، ولو عندك شغل كمان تقدري تنفذي وصفتنا النهاردة. حلوة جدا وموفرة. هنحسبها بالورقة والقلم هتلاقي نفسك موفرة. يعني لو بتجيب أكل من بره ب500 جنيه هتلاقي نفسك موفرة النص بالنص على طول. لو عايزة تصرفي وجبة من بره ب300 جنيه مثلا برضه النص بالنص على طول. يعني بصي موفرين يعني موفرين. تمام. تمام. مطبخي النهارده مقدم لك وصفتين حلوين جدا. الكالينوني عملنا العجينه بتاعتها في الفيديو اللي فات، وكانت عجينه ناجحه ما شاء الله عليها، اللهم بارك، كانت جميله جدا. تقدري تنفذيها بكل الخطوات اللي احنا عملناها وهتطلع معاكي ناجحه 100%. تمام. وكمان ممكن نقدر ناكلها في البيت بنفس الشكل، يعني مش رحلات بس، مش مصايف بس، نقدر ناكلها في البيت. والبطاطس الجميله القمر ديت عملناها، كنا مخزنينها، هقولك عليها، كملي معي الوصفه. ودي كمان كانت عجينه الكريب. انزلي حالا شوفي الفيديو ونفذي الطريقه بالظبط وهتطلع معاكي اللهم بارك حلوه جدا جدا جدا. عجينه الكريلوني في منتهى الجمال، طريه وناجحه 100%. بصوا بكرمش كده وبجيبها يمين في شمال واطلع وانزل، العجينه حلوه ما بتتقطعش وفي منتهى الجمال، ولا تخينه ولا رفيعه. حشوتنا ايه النهارده؟ هنحشيها حشوه حلوه جدا. معايا طماطم وزيتون وفلفل، ومعايا جبنه تركي مبشور. حطينا على الطماطم ملح وفلفل اسمر. لو وصلتي معايا لغايه كده انزلي حالا حطي اللايك بتاعك واشتركي في القناه وتكوني انضميتي لقناتنا ان شاء الله باذن الله، تكبر بيكم باذن الله وتكوني ساعدتي اختك في القناه باذن الله. حطينا على الطماطم ملح وفلفل اسمر. عايزين الطماطم تبقى مملحه شويه، ما تبقاش ايه دلع. تمام. وخدنا واحده كده من الكاريلوني، وحطينا عليها شويه من الكاتشب. معايا لحمه معصجه، لحمه مفرومه معصجه، تقدري تستغني عنها وممكن تعملي شاورما فراخ، تقدري تعملي لحمه كده شاورما، المتاح عندك تقدري تعمليه. وكمان نقدر نعمل كمان لحمه عفوا فراخ بانيه، نفرمها ونقدر نعصجها بنفس الشكل. انا بعشق الجبنه التركي في الوصفه ديت، ما بحبش الجبنه الموزاريلا خالص، بحب الجبنه التركي، بتديني طعم حلو قوي في الوصفه ديت. وبدات ان انا الف رول بنفس الشكل. الموضوع سهل جدا جدا جدا. يلا بقى نغير وصفاتنا كده واحنا بنخرج كده واحنا خارجين، نقدر ننفذ الطريقه، وطريقه حلوه جدا وسهله، وسهله كمان في اكلها. لو معانا الولاد طبعا برضو سهله في اكلها جدا. تمام. انا بقى برضو هعمل واحده والتانية والتالتة معاكم لغايه ما اثبت لكم ان انا بلفها رول بنفس الشكل كده، والموضوع سهل جدا جدا. هنحسبها بالورقه والقلم هتلاقي نفسنا موفرين زي ما اتفقنا في اول الفيديو. هتلاقي نفسنا موفرين جامد جدا جدا جدا. هلف الرول بنفس الشكل. تمام. وهبتدي ان انا حتني كده من الجناب عشان الحشوه عندي ما تقعش. تمام بنفس الشكل كده. وهبتدي ان انا هعمل كل كميه عندي بنفس الطريقه. بعد ما خلصت الكميه عندي اللهم بارك بنفس الطريقه، معايا شويه صلصه كده مسبكين. تمام. او باقيه كده من اي تسبيكه عندك، او ممكن لو ما عندكيش تقدري تعمليه كده كوبايه كده طماطم وتسبكيهم على النار بحته تومه او ببصله صغيره. تمام. او من غير اي حاجه خالص مفيش مشكله. وبدات ان انا ارص عندي الكارلوني او سندوتشات الكارلوني بنفس الشكل جنب بعض كده. فايده الصلصه عندي عايزاها تديها لون من تحت، بتساعدني على لون من تحت بس. يعني حبه الصلصه دول، حبه الصلصه انا عايزاهم اساسي، مش عايزاهم اختياري، انا عايزاهم اساسي، هتديكي معانا لون حلو قوي. هعمل كل الكميه عندي بنفس الطريقه وبنفس الشكل كده. هدهن وشها كده شويه صلصه كده من اللي احنا اتفقنا عليها. تمام. الفايدة الصلصة بتديني وش بس مش اكتر، يعني محدش يقول لا طب معدتش وجعاني ومش عارفه ايه، لا هي حبه صغيرين جدا مش هتعمل اي حاجه خالص، بتدينا لون حلو قوي قوي يعني. في ناس بتحط كده بشاميل، انا ما بحبش احط خالص بشاميل، انا عايزاه كده ايه لونه ذهبي كده ومنه فيه كده يبقى شكله حلو. هدخل الفرن ياخد لون من تحت وولع الشوايه عليه. معايا ايه تاني؟ معايا بقى البطاطس اللي كنا مفرزينها مع بعض من قبل رمضان. الوصفه عندكم على القناه، انزلوا حالا بصوا عليها. الطماطم عفوا البطاطس اللهم بارك جميله جدا. ما كنتش متوقعه خالص، كنت خايفه اعملها بصراحه، ما عملتهاش خالص في رمضان او نسيتها في الفريزر بمعنى صح. لا طالعه جميله ما شاء الله عليها، حلوه جدا جدا.
هنحشيها ايه البطاطس الحلوه ديت؟ هنحشيها لحمه مفرومه معصجه، بس هحشيها وهي ماسكه نفسها، مش عايزاها تطرف ايدي او عايزاها تدبل، انا عايزاها وهي متلجه كده اقدر ان انا احشيها بكل سهوله. تمام. بس هعمل كل الكميه عندي بقى بنفس الشكل كده ونفس الطريقه. البطاطس دي طعمها حلو جدا جدا، اعملوها وهتعجبكم ان شاء الله. وصفه في منتهى الجمال. عملت كل الكميه عندي بنفس الطريقه، ومعايا بقى صينيه هبتدي ان انا اوصها بنفس الشكل، يبقى وشها لفوق او الفتحه بتاعت اللحمه تكون من فوق. تمام، عشان بس اللحمه عندي ما تطلعش وهي بتستوي. انا بقى هوص كل الكميه عندي بنفس الطريقه، وهوصها كده على مهلي لغايه ما اخلصها باذن الله. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك لو وصلتي معايا لغايه كده، بالله عليكي ساعدي اختك في القناه، وانزلي حالا حطي اللايك واشتركي في القناه على الشمال كده كلمه اشتراك اتكي عليها وتكوني اشتركتي في قناتي ان شاء الله. شويه صلصه كده على السريع، معلقه من الثوم المفروم، وبدات اللي انا عايزه احمرها كده لون، وهنزل عليها بشفشق من الطماطم. تمام. يعني كلنا بنعرف نعمل طماطم، بس حابه ان انا اوريلكم الوصفه عندي، حابه اوريها لكم من اولها لاخرها عشان تبقى الرساله وصلت كده لاي حد يقدر ينفذها. الطماطم عندي يا دوبك خدت غلوتين، انا مش عايزاها تتسبك وتتقل. تمام، انا عايزاها منها فيها كده وتكمل التسبيكه بتاعتها مع البطاطس على النار. هحط بقى الصلصه بتاعتي وهغرقها بقى صلصه كده، عشان طبعا لسه البطاطس عندي ما استوتش. تمام. وبنفس الشكل، بصوا بقى شكلها اصلا قبل ما تستوي حلو ازاي، امال بقى شكلها بعد ما تستوي هتبقى عامل ازاي؟ في منتهى الجمال. صدقوني ما اقدرش اطلع وصفه على القناه عندي من غير ما تبقى طعمها وحش، يعني لو طعمها وحش ما اقدرش اطلعها، واكيد دي حاجه اساسي. تمام. طعمها حلو جدا جدا يا جماعه، جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. رفعتها على النار، خدت غلوتين، ونزلت كده بمعلقتين من السمنه. تمام. وبس كده، مفيش احسن من كده. تاخد غلوتين لغايه ما تستوي واتاكد ان هي استوت، ادخلها بقى على فرن تاخد لون شوايه كده من فوق. وعايزه الطماطم اللي تكون فيها تكون اتشربت، انا عايزاها ناشفه النهارده عشان مفيش رز، لكن انت بقى لو عامله رز واكلها في البيت اعملي رز براحتك. هدخلها الشوايه تاخد لون. وهنا بقى كان معايا كارولوني، اخد لون من تحت، اللهم بارك، حلو جدا ومش لازق بقى والكلام دوت، طعمه في منتهى الجمال. وكمان ممكن نقدر ناكله في البيت، يعني الوصفة النهاردة مش للرحلات بس، الوصفة كمان نقدر ناكلها في البيت. بصوا سهل جدا، تقدري تسلكيها من بعض ما بتتقطعش منك، بس حاولوا تقطعوها زي حالاتي كده هي سخنة، يعني استني شوية عليها كده لما تبرد، هي كانت سخنة جدا وكنا مستعجلين طبعا، فطلعتها على طول. حلوة جدا، نقدر ناكلها في البيت وزي ما اتفقنا في المصايف. شكل البطاطس بيتكلم عن نفسه، يعني في منتهى الجمال، شكلها بيتكلم عن نفسها. طبعا تقدري تاكليها في البيت، ونقدر كمان نعبيها كده في العلب بتاعتنا ونقدر ناخدها معانا. بص شكلها عامل ازاي، جميلة جدا. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك، اوعي تكوني نسيتي اللايك، بتتفرجي على الفيديو كل دوت وما حطيتيش اللايك، انزلي حالا حطي اللايك. شكل طبقنا النهارده، عامله لكل واحد الطبق بتاعه حلو جدا، او الوجبه بتاعته بنفس الشكل. وديت لو الوجبه عندك اخداها معانا في المصايف برضه بنفس الطريقه تقدري تنفذيها. بصوا بقى شكل اللحمه من جوه عامل ازاي، سندوتشات هايله في منتهى الجمال في منتهى الجمال في منتهى الجمال. تقدري تنفذيها على طول حالا، هاتي مقاديرك وهاتي كل حاجه تقدري تنفذيها وهتعمليها وتطلع معاكي ناجحه، وجبه في منتهى الجمال. هسيبكم في رعاية الله، وانتظروا اللي جاي بإذن الله، وانزلي حالا ساعدي أختك بالاشتراك بتاعك وباللايك بتاعك، ومع السلامة.